السلام عليكم. البارح كنت فاتحه لايف، البارح بالليل كنت فاتحه لايف كيتكلم على صله الرحم. طلع عندي واحد الاخ تيقول بان الخوت ديالو كلاو ليه حقه في الورث، وانهم رفضوا يعطيو حقه في الورث. طلعت عندي كذلك واحد الاخت كتقول بانها هي والاخ ديالها 7 سنين ما هضروش، يعني بيناتهم قطيعه لمده 7 سنوات والعياذ بالله. فلما مشات تصالح خوها يمكن في العيد او هذا، فرفض رفضا باتا انه يتصالح معها. مع الاسف هادشي اللي ولينا كنشوفوه هو دخيل علينا كمجتمع اسلامي، يعني كدوله مسلمه. هادشي ولينا كنشوفوه دخيل علينا، الصراع بين الاخوه على الورث، الخصام بين الاخوه لمده سنين اللي كتوصل للقطيعه. فانا بغيت نقول لهاد الناس، وخصوصا الناس اللي كياكلوا الورث اللي هو حق شرعه الله سبحانه وتعالى. الورث هو حق كل واحد فينا. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، يعني في القرآن الكريم، فصل لنا الإرث وقسمه. علاش الله سبحانه وتعالى قسم لنا الإرث؟ باش ما تكونش صراعات بيناتنا في الدنيا. وكاين قانون اللي كيفصل في الإرث، يعني الإرث كل واحد عنده الحق ديالو. فما يمكنش انت او انتي تجي تغتصب حق خوك في الإرث او اختك وتاخذوا منه عنوة. الإرث هو يعني حق، فما يمكنش تاخذ ليه حقه. اللي بغيت نقول لخوتي وخواتاتي اللي كياخذوا حق خوتهم، انت كتاخذ هذاك الحق باش تعطيه لولدك، كتاخذ داك الحق من خوك او اختك. وغالبا كتكون الاخت اللي كيقولوا ليها واحد الكلمه شهيره، انك بغيت تدي حقنا او ورثنا للبراني. هذاك البراني هو الزوج ديالها، هو الاب ديال وليداتها، هو اللي كيعولها، العائل ليها ولوليداتها. يعني ماشي عيب انها تاخذ حقها. انا كنقول وكنعاود، حقها في الارث، نصيبها اللي كفلوا لها الشرع وكفلوا لها القانون وعطاه لها الله سبحانه وتعالى. ما عطاه لها حتى شي واحد اخر، الله سبحانه وتعالى من 7 سماوات اعطاها حقها. فما تجيش انت وتغتصبه باش تعطيه لولادك. هذاك الحق اللي كتاخذه من اختك او خوك وكتعطيه لولادك، راه كما تدين تدان. غدا من بعد وليداتك غيكبروا، شافوك، هما ديجا شافوك بانك كليتي حق خوك ولا اختك، فاشنو غيكون؟ شنو غتكون النتيجه؟ انه غياكل حق خوه او اخته. اولا داك الولد ما غيتصرفش، هذاك الولد اللي انت فرحان انك تاخذ حق خوك ولا اختك وتخليه ليه يورثو منك، يمكن ما يتصرفش عليه، يمكن ما يفرحش به. اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ما تاخذوش حق خوتكم، ما تاكلوش حق خواتاتكم. حق اعطاه ليه الله سبحانه وتعالى، ما تجيش انت تغتصبه. اتقوا الله. راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، راه ما غنديو معنا حتى حاجه. يعني ملي كنمشيو عند الله سبحانه وتعالى، كلنا كنمشيو في كتانه بيضه، كنمشيو في شويه ديال الكفن وكيغطينا التراب. ما كنديو معنا حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما كنديوها معنا من الدنيا. كنمشيو خاليين الوفاض، كنمشيو عند الله سبحانه وتعالى كما خلقنا حفاة عراة. ما كنديو معنا حتى شي حاجه من الدنيا. فما تخليوش الطمع يغلب عليكم، ما تخليوش الشيطان يغركم، ما تاكلوش حق خوتكم. هذاك راه حق. غتقول لي لا، هي مراه ما خصها، انا اللي راجل وانا اللي ضربت عليه التمر. حيت بعض الاشخاص يقول لك لا انا ضربت التمر مع با، وانا يا اخي هذاك ارث. انت الا درتي شي حاجه مع باك غتحتسب لك عند الله سبحانه وتعالى. الا عاونتي الاب ديالك او عاونتي على خوتك غتحتسب لك عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذاك ارث ما تقربش منه، هذاك حق ما تغتصبوش، لانك غتندم. لانك ملي تاخذ حق اختك ولا خوك ممكن يمشي لك في سبيطارات، ممكن تخسروا على صحتك وما ترجع لكش، ممكن تندم وما ينفعكش الندم. لهذا ما تغتصبوش حقوق خوتكم، خليو بيناتكم روابط الاسريه، خليو بيناتكم صله الرحم. طمع الدنيا كيفوت، طمع الدنيا كيفوت. بالعكس، ملي تلقى اختك ولا خوك محتاج اعطيه من عندك، اعطيه من جيبك، ما تاخذش حقه. ما تاكلش حق خوك تطغى عليه لانك انت اقوى منه في المال او في الجاه او وتاخذ حقه.
كتستغلوا بعض الثغرات القانونيه، او ما فهمتش كيفاش حق ديال الارث ممكن ياخذوا واحد ويغتصبوا من خوه. الارث كيتقسم بالقانون بالشرع. كيفاش تجي تاخذ لخوك حقه؟ اشنو كديروا باش تاخذوا لخوتكم حقوقهم؟ اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، وخليوا الروابط ديال الدم وروابط الاسريه وصله الرحم بيناتكم. تراحموا، لان الله سبحانه وتعالى ملي خلقنا راه خلقنا فوق هذه الارض للعمل والعباده، باش نتقوا الله سبحانه وتعالى ونكونوا رحيمين ببعضنا، ما ناكلوش حق بعضنا. اياكم انكم تاكلوا حق بعضياتكم. اياك تاخذ مال خوك او تاخذ مال اليتيم، لانك كتحط في الذات ديالك وفي الذات ديال وليداتك النار، كتحطوا في البطون ديالكم نار. ويا ويلكم، يا ويلكم من غضب الله سبحانه وتعالى. تحياتي للجميع، وكنتمنى انكم تردوا عليا في التعاليق وتقولوا لي واش هذا الشيء كاين، واش هذا الشيء كنعيشوه، لان بزاف ديال الناس تشكاو من ان خوتهم خداو لهم الورث، بان كاين قطيعه بينهم وبين الاخوان ديالهم، يا اما بسبب الارث، يا اما بسبب مشاكل عائليه، يا اما بسبب الوليدات، لدرجه ان وليدات ما تعرفوش، ما عندهمش صله بعمامهم وبخوالهم، والعياذ بالله. تحياتي للجميع وشكرا لكم، والله يدير